السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا بخير على خير. غادي ندير معكم بسم الله هاد الطاجين ديال الحوت ديال نوع التسنور. غادي ناخذوا واحد الكميه ديال القزبر ومعدنوس معالق كبار، واحد جوج ضريصات ديال الثومه، نص محامضه معصره، قبيصه الملح، معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، معلقه صغيره ديال السكنجبير، ومعلقه صغيره ديال التحميره. غادي والزيت العود الا متوفرش غادي نديروا الزيت العاديه، وواحد المعلقه صغيره ديال الكمون ضروري كيكون في الحوت. كنخلطوا هاد الشرموله ديالنا وكناخذوا هاد الطريفات ديال السنور. نتوما كما كتشوفوا هكذا كيكون. غادي نشرملوا الحوت ديالنا مزيان ونخليوه واحد واحد نص ساعه هكذا تشرب لنا ديك الشرموله. هانتوما كما كتشوفوا في الفيديو. غادي ناخذوا الطاجين ديالنا نديروه على عافيه مهيله، نديروا جوج معالق كبار ديال الزيت والطرنشات هكذا ديال البصله. انا ما كثرتش بزاف ديال الخضار، درت هكا طرونشات ديال البصله ونزلت هذاك الحوت. الفلفله يعني اختياري، درت هكذا كتزين وفي نفس الوقت هكذا كتعطينا نكهه زوينه للحوت ديالنا. من الاحسن اننا ما نكثروش الماء. داك البق اللي بقى لينا من الشرموله نضيفوا عليه معلقه كبيره ديال الماء فقط، ما تضيفوش الماء بزاف لان الحوت كيطلق الماء. ونخليوه حتى يطيب لنا الطاجين ديالنا. ملي قرب يطيب غادي نزولوا ديك الغلاقه باش يشرب، حيت الحوت كيطلق الماء. ملي يشرب لنا الطاجين ديالنا هكذا كيجي صراحه روعه. المذاق بلا ما نقول لكم كيجي رائع. نتمنى انكم تجربوا الطريقه هذه وبغيتو تزينوا بالزيتون. انا ما كانش متوفر عندي الزيتون وواحد طرونشي ديال الحامض. وان شاء الله نلقاكم على خير ان شاء الله، يعني شي وصفه اخرى.